وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. كيف حالكم مع الله؟ كيف نعيش رمضان؟ إن رمضان شرع في الأصل لتعليم النفس، لتعويد النفس على تحجيم شهوة البطن والفرج، وهما الشهوتان الأخطر. فإذا برمضان يكون موسم للأكل، صار رمضان موسما للترفيه. إن لم يعينك الله فلن تستطيع أن تصنع شيء، فاستعن بالله. لابد أيها الإخوة حين أدخل رمضان أن أجهز عقلي بعد قلبي بقناعة شخصية أن هذا الصيام فرض. كثير من الناس ناسي وشايل من دماغه القضية دي، والتركيز كله على إن رمضان فرصة لمغفرة الذنوب، على إن رمضان فرصة للعتق من النار، على إن رمضان فرصة للدعاء المستجاب، على إن رمضان فرصة لقيام الليل. كل ده جميل، كل ده رائع، لكن قبل كل هذا فرض. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام. اشمعنى الصيام؟ وليس لنفسه منه فيه شيء. من 3 الفجر إلى 7 المغرب، هذه المدة الطويلة كلها يوميا للتدريب على أن تظل له. اقعد واقفل على روح قلبك وعقلك، اقفل عينيك واترك لعقلك وقلبك، اطلق عقلك وقلبك للسباحة في الملكوت. عشان نعيش رمضان يا إخوة لازم أشعر إن أنا عبد مسخر خادم لله عز وجل طيلة الوقت. بدأ نقي المسجد اللي هتصلي فيه التراويح. أهم حاجة في المسجد إن يبقى فيه سكينة. ابعد عن المساجد اللي فيها الهيصة، اللي فيها الدوشة، اللي فيها أطفال ونساء كتير. دور على مسجد تقدر تركز فيه ويحضر قلبك. دور على مسجد إمامه من أهل السنة، إمامه سني يعرف السنة، مواظب على السنة، حريص عن السنة. ما تدورش على مسجد اللي فيه المشهورين، ما تدورش على المسجد اللي فيه الأصوات والأغاني، صوته بيغني بالقرآن، ما تدورش على المسجد اللي فيه زحمة، ما تدورش على المسجد اللي بس بيطول الدعاء. عشان تعيش رمضان أنا أنصحك نصيحة لوجه الله، يا ذنوب العمر ما في محارات الليالي، طاب حبي وابتهالي نجمة